يا مساء الفل. يا مساء الفل والجمال والسعادة والرضا والهنا. ونستنى بس كده الناس تجمع معانا، علشان انا عارف ان في ناس كتيرة مستنية تشوف ايه اللي بيحصل وايه التطورات وايه الاخبار، وهل العربيات هتزيد ولا لأ، وهل الدولار هيزيد ولا لأ، وهل الذهب برضه هيغلى ولا لأ. فطبعا كل الناس مترقبة وكل الناس محتاجة تسمع وكل الناس محتاجة تفهم. واظن اليومين دول هتلاقي كل الناس عامله فيها خبره اقتصاد. انا عارف وانا مش خبير اقتصاد، انا مجرد ان انا واحد بيبقى ليا رؤيه، بس بحب اسمع كتير، بحب اقرا كتير، بحب اشوف كتير، بحب اتعلم، واللي بتعلم منه بحب اشوفه على ارض الواقع. دي الحاجه اللي انا عاوز اتكلم فيها النهارده. طبعا من الصبح زي ما حضراتكم شايفين اللي بيحصل، والتخبطات اللي عماله تحصل في كل البنوك، ب 42 هنا وب 45 هنا وب 50 هنا، والكلام ده كله. هو الكلام ده كله هيفضل موجود لحد ما يتم اجتماع البنك المركزي لتثبيت سعر الدولار في البنوك. اي تعويم بيحصل، عشان انتوا بس تبقوا مطمنين، لازم يحصل الخلل اللي بيحصل حاليا، اللي هو تلاقي فيه لخبطه وتلاقي الدنيا مش مستقره وتلاقي فيه هنا ده سعر والبنك ده بسعر والبنك ده بسعر. لان هو النهارده عمل حاجتين مهمين جدا. لو تفتكروا من حوالي اسبوع او 10 ايام بالظبط، كان طلع قرار من بنك جي بي مورجان. قال ايه؟ قال اللي احنا بنتوقع ان سعر الدولار في البنك يوصل ما بين 45 ل 50. ارجعوا للتقارير دي، موجوده عند حضراتكم. الناس اللي موجوده معانا على اللايف بعد اذنكم يقولوا لي احنا موجودين، عشان ما احس ان انا بكلم نفسي. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا عاوزين نشير اللايف ده، لان انا هتكلم في شويه حاجات مهمه هتفيد الناس، وكلام انتوا بالاخص هتلمسوه في السوق الايام اللي جايه. بنك جي بي مورجان قال ايه؟ قال ان التوقعات هتوصل من 45 ل 50. الكلام ده من حوالي، هنقول من 15 يوم ل 20 يوم. تمام؟ النهارده الاجتماع اللي حصل للجنه السياسات للبنك المركزي طلع بقرارين، عشان تبقوا انتوا عارفين ايه اللي حصل. القرار الاول اللي هو سعر التحريك، اللي هو التعويم يعني. والقرار التاني اللي هو زيادة الفايدة 6%. وده مقلق جدا، زيادة الفايدة 6%. زيادة الفايدة 6%، يعني ده النهارده الشهادات اللي حصلت 30% في البنوك، هي هتخلي في عملية ذبذبة شوية، وهتخلي عملية ذبذبة في السوق أكتر. وهنا هيحصل حاجتين، نقطتين مهمين جدا. لازم انتوا كمستهلكين وانا كمستهلك زيكم بالظبط، لازم يحصل حاجتين. اول حاجة ان الدولة تعمل رقابة على السوق في حماية المستهلك. تاني حاجة ان يحصل انفراجة في السلع الاستراتيجية. وانا لما طلعت من 3 4 ايام او من اسبوع واعتذرت لحضراتكم على لايف مباشر، وبعديها عملت فيديو قلت انا مش هتكلم في قصة العربيات وقصة هل هي هتنزل هل هي هتطلع، وانتوا كنتوا شايفين اللي فيه نزول. لان الوقت ده بيبقى مؤشر خطر جدا ان الواحد يتكلم فيه ويقول لك روح اشتري او ما تروحش تشتري. ودي بيبقى فيها مسؤولية كبيرة جدا، ودي مسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما اطلع انا اعمل فزلوكة، وقبل ما انا اطلع اتكلم واحسسكم ان انا شوماخر واتكلم في الحاجات دي، ففي الوقت ده بتبقى عملية الانسحاب او عملية اللي انت تسكت انسب حاجة بتتم، علشان لا ضرر ولا ضرار. طيب، اللي حصل النهارده ده متوقع من زمان، يعني مش حاجه جديده احنا لسه هنشوفها، وحاجه جديده احنا لسه هنلمسها. هو متوقع ان يحصل تعويم من ساعه ما طلع قرارات الموضوع بتاع راس الحكمه. ومتوقع جدا ان انت يحصل عندك عمليه التعويم وتحريك سعر الصرف، عندك حاجه مش قديمه يعني. ليه؟ لأن نسبة التضخم عندك وصلت لمرحلة كبيرة جدا، كبيرة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه كده، الناس اللي موجودة معانا على اللايف نبتدي نتناقش، يعني أنتوا إخواتي، يعني كل اللي نفسه يكتب حاجة يكتب ونتناقش مع بعض. ممكن يكون أنت ليك رأي فأنا أقراه، وممكن نبتدي يحصل ما بيننا نيجوشيشن لطيف كده، فخلي دايما الموضوع ده موجود. دي حاجة كانت متوقعة، لأن التضخم عندك وصل لحاجة كبيرة جدا. حمادة بيقول أنت مش باين من فترة، أنا ظهرت أهو يا حمادة. طبعا الدولار دلوقتي هو متساب لقصة العرض والطلب، وده هيفضل موجود معانا لمدة حوالي من اسبوع ل10 ايام. هيفضل موجود للعرض والطلب كده لحد ما يتم اجتماع للبنك المركزي، ويتم ساعتها
تثبيت سعر الدولار هيبقى بكام بقى ساعتها؟ هل هيبقى ب 40؟ هل هيبقى ب 50؟ هل هيبقى ب 60؟ محدش عارف بقى الوضع هيبقى ماشي ازاي. ده نتيجة للايه؟ لان هو متساب دلوقتي، يعني كل البنك والاخر يعني. جابر مساء الفل حبيبي، مساء الفل عليك. محمود منور يا محترم، الله يكرمك، انت اللي منور. ايوه كده، احنا عاوزين نشير اللايف ده علشان الناس كتيرة قوي هتستفيد بيه. وانا هقول كلمتين برضو مهمين، ويا رب الصوت يوصل للساده المسؤولين، وانا عارف ان البيدج دي مسمعه تسميعه كويسه يعني، فان شاء الله يوصل. طب باذن الله موضوع بقى العرض والطلب ده هنستقر عليه لما يتم اجتماع البنك المركزي زي ما انا قلت لحضراتكم، ويبتدوا ساعتها يقولوا هل هو هيبقى بكام. دي نقطه مهمه جدا لازم برضو هنلفت نظرها. في 2 سيناريو متوقعين. لو التعويم تم صح ومشينا على نهج مظبوط، وخدوا بالكم التعويم لصالح البلد مش لضد البلد بالمناسبة يعني. باسل حبيبي مساء الفل. لو مشي صح وتم مظبوط وابتدينا نشجع المستثمرين ان هم ييجوا ويضخوا استثماراتهم عندك بطرق آمنة ومطمئنة، ان هم يبتدوا يحطوا انفست عندك علشان الانفست ده يجيب الارباح بتاعته ويبتدي ينتج، ويبتدي من خلالها يتم ان المستثمر ده يبقى مطمن ان هو في اي وقت من الاوقات لو حب يخرج خروج امن. دي هتبقى حاجة كويسة جدا 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 جدا. انا لما طلعت في الفيديو، مساء الفل عليكم جميعا يا عساكر والناس الجميلة دي وياسر، لما طلعت في الفيديو اللي اعتذرت فيه انا وضحت جزئية مهمة جدا. والجزئيه الاولانيه اللي انا اتكلمت فيها قلت لكم لو تفتكروا، والفيديو موجود وهنزل اللينك بتاعه، قلت لكم افتكروا كلامي، وعملت ساعتها بصبعي كده على صدري ان الحكومه مش هتفرج عن السلع الترفيهيه، الحكومه هتفرج عن السلع الاستراتيجيه. وساعتها انا وضحت السلع الاستراتيجيه دي ايه. خلود مساء الفل يا حبيبي. السلع الاستراتيجيه ساعتها انا وضحت السلع الاستراتيجيه دي ايه، وقلنا الاكل والشرب والاعلاف والادويه، كل السلع الاستراتيجيه اللي هي مهمه حاليا. لان دلوقتي الناس واصله لمرحله ان الاكل نفسه المام بقى غالي، فالموضوع بقى صعب، فلازم الحاجات دي يتبص لها قبل السلع الترفيهيه. ملعون ابو العربيات على ملعون ابو الموبايلات على ملعون ابو الحاجات دي كلها. الناس مش هتاكل عربيات والناس مش هتاكل الموبايلات. فكانت ده الهدف الاساسي. وساعتها لو انتوا تفتكروا والفيديو موجود، انا عملت لكم على صدري كده وقلت لكم افتكروا كلامي ان الافراج الجمركي اللي موجود في المواني المصريه هيتم عن السلع الاستراتيجيه. طيب النهارده بقى لما يتم بكره بناء على قرارات مجلس الوزراء والرئيس مجلس الوزراء يروح ويفرجوا عن السلع في المواني المصريه، ده مؤشر كويس جدا. بس هنا لازم يكون في رقابه على التجار، وبتكلم على تجار السلع الغذائيه، مش هتكلم على العربيات اللي في الاخر خالص. انا جاي للعربيات بس انا مش هتكلم على العربيات اللي في الاخر خالص. يعني ايه يحصل كنترول؟ الجماعه بتوع حمايه المستهلك لازم تحصل لجان، ولازم ينزل الناس من مكاتبها، معلش مع احترامي يعني، ويبتدوا ينزلوا يشوفوا الماركتات السوبر ماركتات، ويبتدوا يشوفوا البقالين، ويبتدوا يشوفوا الناس دي، ويبتدوا يحصل نزول فعلي لسعر الاكل والشرب، سعر كرتونة البيض وسعر اللبن وسعر الجبنة وسعر الحاجات دي. لان هو المفروض ان ده اللي هينزل، لان المفروض ان كل المؤشرات وكل السعي ده كله علشان الحاجات دي. صح ولا انا غلطان؟ تمام. ده المؤشر الايه الاولاني اللي هو لو التعويم تم صح. طيب لو التعويم بقى تم غلط، احنا هنروح سكة اللي يروح ما يرجعش. مركزين معايا؟ قولوا لي مركزين. انا اول ما حد يقول لي مركز هديله بوسه، اقسم بالله لا اديله بوسه. وانا لسه صاحي من النوم، وكان يوم النهارده يوم شاق جدا ويوم تعبان جدا جدا فيه، وصحيت من النوم على المؤتمر بتاع البنك المركزي. احمد بيقول لي والله انت بتفهم، الله يخليك يا ابو حميد، انت اللي بتفهم وجميل والله. مركزين. لو بقى حصل ان التعويم حصل فيه لخبطه، ومش عاوز اذكر اللخبطه، هنا بقى احنا هنروح سكة اللي يروح ما يرجعش. يعني ايه كلمة سكة اللي يروح ما يرجعش؟ يعني هتلاقيه مثلا وصل 70 80 90 100، انت وحظك بقى. وايه هي السكك بقى اللي هي لو التعويم ما تم الصح بقى؟ ان هو مثلا يتحط في قناة السويس الجديدة، ان هو مثلا يتعمل في طرق، في كباري، في الحاجات دي. وما اظنش
وما اظنش برضو ان الساده المسؤولين هيوصلوا للمرحله دي، ما اظنش بصراحه. يعني انا صريح مع نفسي وصريح معاكم وصريح مع الوضع الحالي، ما اظنش، لان دي اخر فرصه، واخر فرصه دي لازم انت تستغلها صح. انا هدخل في العربيات، ما تستعجلش يا بنوب، انت مستعجل ليه؟ ده العربيات يومها معانا الترا سوبر دارك على دماغنا كلنا ان شاء الله، ما تقلقش هدخل فيه. ف ما اظنش اللي هم هيستغلوا الموضوع ده بالنقط السلبيه، ما اظنش. اصل هم يعني اكيد الناس دي بتفكر، واكيد الناس دي في دماغ شغاله، واكيد في ناس اقتصاديين فعلا اللي هم الخبراء الاقتصاديين. سيبنا بقى من كلام السوشيال ميديا وكل واحد هيطلع يقول كلمتين ما لهمش اي 30 لازمه والكلام اللي بيحصل ده. فبرضه الناس دي عندها مخ وبتفكر يعني. فدي اخر فرصه، وعلى ما اظن ان هم هيستغلوها صح. ومؤشر كويس اللي انت يحصل عندك استثمارات ويحصل عندك تخصيص. لو انتوا تفتكروا الخصخصه بتاعت زمان ايام حسني مبارك الله يمسيه بالخير، كان في حاجه كلمه منتشره زمان اسمها الخصخصه، اللي هو خصخص الشركات يعني، اللي هو بيع الشركات يعني. فالخصخصه دي حاجه حلوه دلوقتي في الزمن اللي احنا بقينا فيه لاسباب كتير، لانك انت محتاج اللي انت تدخل استثمارات. موضوع راس الحكمة ده موضوع كويس، لان هو هيجلب عندك استثمارات اجنبية. فده موضوع كويس لان هو هيتيح ان العملة هتبقى عندك متغطية بتكلفة كبيرة جدا. والله اعلم ايه تاني، في مؤشرات بتقول راس جميلة، وفي مؤشرات تاني بتقول اماكن تانية، فلسه الكلام ده كله محدش شافه على ارض الواقع. فوجود واحد زي العبار، واحد زي الناس الاماراتيين يدخل عندك يعمل استثمارات عندك، فدي حاجة مؤشر. يعني انا من وجهة نظري يعني كاستثمار دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، عشان تبقوا انتوا عارفين يعني. لو انتوا حضراتكم عارفين، في بعض الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ بتبقى فنادق مملوكة لأجانب. مش عاوز اذكر اسم الفنادق دي، يمكن اغلب الناس منكم عارفينها. والفنادق دي بتبقى مملوكة لأجانب بنسب، يعني مثلا نسبة 45% ل 55%. بتبقى حاجة اسمها أسهم مصرية، يعني شركة مساهمة مصرية أو مصنع كده يعني، أسهم مصرية. فبتبقى النسب دي موجودة فعلا على أرض الواقع. فاللي تم ده بناء على إن رأس الحكمة هتدار بالقوانين المصرية، ودي حاجة كويسة. صح ولا أنا غلطان؟ خلينا بس نتكلم في ايه، في الجزئيه المهمه دي. بص يا استاذ محمد ARZ، مش عاجبك كلامي تقدر حضرتك تتفضل من اللايف بكل احترام. انا بحترم كل الناس اللي موجوده عندي، كلكم ليكم مني احترام وتقدير. اللي مش عاجبه اللايف يا جماعه يقدر يتفضل بكل شياكه وبكل ادب. تمام؟ كلام مستفز مش كلام مستفز اللي انت هتقوله. انت بقى عاوز تسمع الكلام بتاعي اسمعه، مش عاوز تسمع الكلام بتاعي تقدر تتفضل بكل شياكه وبكل ذوق وبكل ادب. تمام؟ فالحاجات دي مفيده، لان الحاجات دي هتساعد ان انت هيحصل انتعاش عندك في السوق، لان انت اوريدي واحنا كلنا عارفين اللي احنا عندنا ازمه في الدولار. ولذلك احنا واصلين لمرحله في السوق السوداء ان هو وصل 70 وكان ملمس في ال 72 وكان داخل في ال 75. فانت كان لازم يحصل عندك ضخ عمله اجنبيه علشان تحصل اللي انت تضرب السوق الموازيه. فلما هتضرب السوق الموازيه هيبتدي سعر السوق الموازيه ينزل قدامك، فيبتدي العمليه تمشي في النطاق الطبيعي والنطاق اللي المفروض كلنا عارفين. دي الجزئيه الثانيه لو التعويم ما تمش صح. فهمنا القصتين دول؟ فهمنا القصتين دول. ندخل في السيناريوهات التانية، وهي أول سيناريو بتاع العربيات وتاني سيناريو بتاع الذهب. سيناريو العربيات هو مقلق شوية عشان أكون صريح معاكم، وأنا لما اعتذرت لأن هو مقلق ومقلق جدا. طبعا خلال الزيادات اللي هتتم الأيام اللي جاية، وهتشوفوا الكلام اللي أنا هقوله ده في الأسعار الرسمية في العربيات. افتكروا بس اللايف ده كويس جدا، هيتم زيادات الأيام اللي جاية في أسعار العربيات. انا دايما لما بقول كلام بقول لكم افتكروا لاسباب كتير، عشان ما يطلعش واحد يقول لك اصل انت بتقول كذا، اصل انت بتعمل كذا. فانا لما بقول كلام لازم اكون الكلام اللي انا بقوله ده كلام مظبوط وكلام على ارض الواقع. هيتم زيادات الايام اللي جايه، بكررها تاني، في الاسعار الرسميه للسيارات في 90% من التوكيلات اللي موجوده في مصر. انا مش هتكلم بقى انت دلوقتي تروح تشتري ما تشتريش، دي مش قضيتي دلوقتي. ماشي؟ ليه هيتم الزيادة برضو عشان انتوا تبقوا عارفين؟ طول ما الدولة مش هتفرج عن السلع الترفيهية، طول ما اي حد عنده سلع ترفيهية هيقدر يتحكم في المستهلك، وده غلط طبعا. عشان نبقى احنا فير مع نفسينا وصراحة مع نفسينا. احنا عاوزين نشير يا جماعة اللايف ده لان هو مهم جدا.
السعر اللي بيحصل دلوقتي في سعر الصرف، في ناس هتدخل تقول لي طب ما هو في ناس بتتكلم على ايام ما كان ب 70 جنيه و65 جنيه و60 جنيه، ونزلوا فعلا. بس النزول الفعلي والواقعي اللي نزل ده مش نزول من السعر الرسمي. وانا نزلت وشفت ولفيت المعارض، اكتر من 90% من معارض مدينة نصر، واكتر من 90% من معارض مصر الجديدة الشهيرة والغير شهيرة، النزول كان من الاوفر برايس اللي موجود في العربية، ما كانش من الستيكر برايس. وانا ساعتها قلت لكم طول ما النزول في الاوفر برايس، طول ما انا مش هقدر اتكلم ان في نزول في العربيات. امتى اتكلم ان يكون في نزول في العربيات؟ لما يبقى الكلام موجه على الستيكر برايس للعربية، مش على الاوفر برايس. وده كان كلام واقعي، وناس كتيرة تقدر تنزل. وطبعا كان ساعتها التيك توك مليان بقى 90% من تجار مصر كلهم طبعا حبايبي يعني، كلهم بقى طالعين يقولوا العربيات نزلت والحقوا اشتروا والحقوا اعملوا ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. ف طبعا كان انسب وقت تشتروا فيه بصراحة، عشان نبقى منطقيين يعني. وانا بقول لكم، ومن هذا المنبر اللي هو الفيسبوك، لان احنا بنتكلم من خلال شاشة وبنتكلم من خلال الانترنت، انسب وقت لشراء العربيات دلوقتي. انسب وقت لشراء العربيات دلوقتي. افتكروا كلامي وخدوا كلامي خزنوه عندكم، وبعد كده فكروا في الكلام اللي انا هقوله ده كويس خلال 40 يوم من تاريخ اللايف ده. مش عاوز اقول الاسباب، بس هو ده اللي هيحصل. طيب نيجي لموضوع التاني، وبعد كده هندخل في قصة بقى دينية شوية، بس هنيجي للموضوع التاني وهو موضوع الذهب. الذهب طبعا عليه لغط كبير جدا و و و و ومحير يعني، علشان ما انا عارف يا عصام ان الذهب زاد معانا. عصام سمير احدى اعضاء رابطة تجار الذهب. والله برافو عليك يا عصام اللي انت حاضر معانا اللايف يعني، عشان تشاركنا حوار الذهب ده. الذهب فيه لغط كبير جدا، وفي شقين في الذهب، بس ارجوكم ركزوا في الكلام اللي انا هقوله ده، لان انا بيطلع عينيا على بال ما بجيب لكم المعلومات، وبيطلع عينيا على بال ما عينيا بتتفقفق على بال ما بقعد على جوجل وبقعد اشوف الناس بره ماشيه ازاي والاسعار العالميه ماشيه ازاي والحاجات دي. فانا عشان كده انا بقول لكم ركزوا معايا، وفي نفس الوقت نشير عشان غيرك يستفيد. الذهب فيه لغط كبير جدا، وفي سيناريوهين ممكن يحصلوا في الذهب. السيناريو الاولاني اللي هو بتاع الشهادات ال 30%. فلو حصل اقبال على الشهادات ال 30% اللي الناس مفترض من بكره هتبقى متاحه في البنوك، وتبتدي تروح تضخ الفلوس بتاعتها في الشهادات، فوارد جدا ان يحصل نزول في سعر الذهب. ومش عارف عصام معايا في الجزئيه دي ولا لا، برضه هو ادرى مني في الموضوع ده. بس هو توقعات كتيره جدا بتقول لو الناس ابتدت تبيع الذهب وتبتدي تتجه ناحيه الشهادات، لان موضوع الشهادات ال 30% ده رقم كبير مش رقم صغير، عشان تبقوا انتوا عارفين. وفي حاجه اسمها اذون الخزانه برضو اللي في البنوك. اذون الخزانه رفعت بنسبه كبيره جدا. في حاجه للناس اللي لو حد معانا بنكير هو هيفهم كلمه اذون الخزانه اللي انا بقولها، فهو هيفهم كلمه اذون الخزانه. فالارقام دي كبيره، والارقام دي هتجيب عائد مالي بالنسبه للي هيحط كبير جدا. فالموضوع دلوقتي مقسوم لاتنين، هينزل ولا هيطلع. لو تم الضخ في البنوك والجري على موضوع الذهب، هترجع تاني الذهب يبتدي ينزل تدريجيا. طب لو ما تمش، الذهب كده كده هيطلع، لان المؤشرات العالميه، واظن يا عصام انت موجود معانا تقدر يعني، انت اكتر واحد تقدر تفيد الناس وتقدر تكتب اللي انت عاوز تكتبه. المؤشرات العالمية بتقول ان الذهب خلال شهر 6 اللي جاي، من 6 بقى وانت طالع، هيحصل زيادة 3 اضعاف السعر اللي موجود حاليا. عصام كتب لو زاد المعروض بس مش هيأثر قوي الارتباط الاسعار حاليا بالدولار البنك وسعر الذهب عالميا، وهو ما شاء الله طالع. يعني برافو عليك على التحليل ده يا عصام. هاجي لك انا في قصه استيراد السيارات من بره الدنيا تمشي فيها ازاي، هاجي لك انا في الجزئيه دي. حاضر حاضر، انا هجاوب على كل الاسئله بتاعت حضراتكم. مفيش حد هيسال سؤال النهارده، انا لسه صاحي من النوم، فمفيش حد هيسال سؤال النهارده لما هجاوب عليه، فما حدش يقلق من اي حاجه خالص.
هيزيد عالميا، ويمكن عصام كتبها اهو، هيزيد عالميا 3 اضعاف. فساعتها هتبقى انت تشوف سعر الصرف بتاعك كام والثلاث اضعاف كام، ضيف ده على ده، فهو في مؤشر طلوع مش في مؤشر نزول. بصوا يا جماعه، قصص العربيات دلوقتي يعني فيها كذا شق. يعني في حاجات انا مش هينفع اتكلم فيها على لايف، يعني خدوا بالكم من حاجه برضو. يعني انا راجل شغال في مكان، فمش كل المعلومات اللي هتوصلني هطلع انشرها كده على الهوا. يعني في حاجات هفهمها لكم وفي حاجات مش هقدر اتكلم فيها. بس اللي انا عارفه واللي انا متاكد منه ان هيتم زياده في الاسعار الرسميه، وعلى ما اظن ان بعض التوكيلات خلال ال 48 ساعه الماضيه رفعوا في اسعار العربيات. مع ذلك ان كانت العربيات بتنزل في المعارض والكلام ده كله، بس في نفس الوقت العربيات زادت في الاسعار الرسميه. فده كان حاجه مؤشر صعب شويه او مؤشر مقلق شويه. اللي هيتم الايام اللي جايه في العربيات حاجتين، وتمت النهارده، واتصلت باحدى المعارض الشهيره، الحاج سمير ريان طبعا حبيب قلبي، وكانت عربيه ما بدون ذكر اسم سالت عليها امبارح، كان تمنها 1,400,000 للعبد لله. تمام. نزلت كان تمنها 1,520,000. ولو هو هيثم متابعنا المدير المبيعات الحاج سمير هيكون موجود معانا على اللايف. العربية نزلت من 1,525,000 أو 1,520,000. فلما انا اتصلت وبتاع فقالوا لي انت تنورنا، انت حبيبنا وبتاع، فنزلت للعبد لله 1,400,000. قلت له طب لما اجي لك؟ قال لي لما تجيلي طبعا هتنورني وبتاع. النهارده اتصلوا بيا اكتر من 5-6 مرات، وهيثم حي يرزق وبقول اسمه على اللايف. قال لي انا بعتذر لك جدا، الموضوع هيبقى ماشي بالسعر اليومي، والكلام ده تقدروا حضراتكم تنزلوا تشوفوا في المعارض الدنيا بقت ماشيه ازاي. مش بجيب الكلام من عند الحاجه يعني، لا، الكلام ده واقعي والكلام ده على ارض الواقع. فاللي بيحصل هيخلي اللي الناس تتجه اتجاهين. اول اتجاه اللي عنده سلعه ترفيهيه هيبتدي يتمسك فيها، لان العربيات من السلع الترفيهيه، فهيبتدي هيزود عليها في سعرها، او هيحتفظ بالسعر اللي هو وقف عنده حاليا في السوق ويبتدي يثبت على كده. المؤشر التاني بقى، وهو ده اللي انا طالبه من الدوله يعني، او من الناس المسؤولين في قصه الافراجات الجمركيه، ان هو انت لازم يدخل عندك نسبه سلع ترفيهيه. لازم يدخل عندك نسبة سلع ترفيهية، لازم، بكل الطرق، مفيش فيها محالة، عشان تبقوا انتوا عارفين، عشان تحكم السوق بتاع. لان العربيات برضو سلعة، على قد ما هي ترفيهية على قد ما هي اكتر سلعة مستهلكة للعملة الاجنبية. يعني برضو عشان انتوا تكونوا عارفين، لا الموبايلات بقى ولا اللبس ولا الاكسسوارات ولا الحاجات دي، اكتر سلعة مستهلكة لليورو والدولار العربيات. فهم برضو معذورين، وفي نفس الوقت لازم يكون عندهم التفكير ان انت لازم تفرج عن بعض السلع الترفيهية وبعض العربيات اللي موجودة في المواني. لو حصل الكلام ده العربيات هتنزل مش هتطلع. طب الكلام ده لو ما حصلش هتزيد، والزيادة بتاعتها، وانا عملت اللايف بتاع الصبح، هتبقى زيادة عنيفة. افتكروا كلمة عنيفة دي كويس، عشان دي اللي هتبقى يعني مسمى اللايف يعني. هتبقى زيادة عنيفة، افتكروا بس. هنقرا بس يا استاذ محمد. ما هي نسبة الفايدة الكبيرة دي بتتأثر على الناس أصحاب المهن الحرة، وبتأثر على اللي عاوز يعمل مشروع فبيلغي الفكرة وبيحط فلوسه في 30% ويريح دماغه. برافو عليك اللي انت كتبت كده، بس في ناس كتيرة مش هتعمل كده، وفي ناس هتتجه للموضوع ده. كل واحد حسب دماغه، وكل واحد حر. كل واحد اللي عاوز يروح هيحط، واللي مش عاوز يروح هيحط، وكل واحد حسب تفكيره وحسب دماغه والدراسة اللي هو عاملها، وهو شايف اموره بتداره ازاي. في ناس برضو خد بالك من حاجة، يعني بتدير حياتها بخلال الارباح اللي بتخرج من البنوك. يعني يمكن، يعني انا ما بقولش كلام جاي من الهوا برضو. يعني في ناس بتكون ما حلوش في الدنيا الا رقم معين، الرقم ده هو حطه في البنك، فبيعيش من خلال الارباح اللي بتخرج منه او العائد اللي بيخرج منه، فبيقدر يغطيه الشهر اللي هو شغاله بلس، يعني بجانب الوظيفه بتاعته او بجانب الشغل اللي هو شغال فيه. فالناس اللي زي دي هتتجه ناحيه الموضوع اللي هو بتاع 30%. هو مغري على فكره، يعني هي فعلا الشهادات مغريه. ال 30% ده يا جماعه يعني ربح مغري جدا. يعني لو واحد فكر لها من ناحيه المليون جنيه هيطلع كام، حد بقى يكتب لي المليون جنيه بقى كده هيطلع كام، لان هو برضو التفكير فيها بيخليك تشت.
واذون الخزانه برضو الربح فيها عالي جدا. يعني لو حد معانا يا جماعه من بنك الله يكرمكم يدخل يفهم الناس يعني ايه اذون الخزانه يعني. جرجس بيقول التوكيل ممكن يرفع السعر الرسمي. لا، ما انا قلت لك يا جرجس في اول اللايف، توقعوا الزياده في الاسعار الرسميه من اغلب التوكيلات الايام اللي جايه. وبتكلم الكلام ده بناء عن بعض الاجتماعات اللي دارت، فخدوا بالكم من الموضوع ده كويس جدا. فده ال 30% ده مغري بصراحه. فجزئيه يعني محتاجه تفكير من المستهلكين ومحتاجه تفكير من الناس كبير جدا. وده حاجه يعني انا مش بتاع اقتصاد، فانا مش هقدر اقول هل هو مؤشر كويس ان يحصل فايده 30% او ما يحصلش فايده 30%. فانا ده مش مؤشر كويس. بس انا دايما يعني عشان اقول لكم على حاجه، انا دايما متابع الجريده الرسميه ومتابع الاخبار الرسميه، وبالاخص بنك جي بي مورجان. ده من اكتر التصريحات اللي بتبقى واضحه وصريحه وبيجيب من الاخر، ما فيش حوارات في الموضوع. فهو طالما الناس دي اشارت من فتره ان هو الموضوع هيوصل، محمود السقا عامل لي كده، طب انا فاهم ايه بالموشن بتاعك ده مثلا يعني. الناس دي طالما توقعت ان هو هيوصل من فتره ل 45 ل 50، وده اللي حصل دلوقتي، فاتوقع ان هو هيثبت، مجرد توقع ان هو هيثبت ما بين ال 45، يعني ممكن 41، ممكن 42، ممكن 43. يعني اتوقع ان هو هيثبت في الحته دي. ما اظنش ان هو هيوصل لل 50. ما اظنش، لان هو 50 برضو رقم كبير ورقم قوي، يعني رقم عنيف برضو. فما اظنش ان هو هيوصل ل 50. فانا على ما اظن هيوصل ممكن 45، ممكن 46، ممكن 44 في التقريب ده. دي خلاصة. رامز بيقول هل يلا انا مستلم الاسئله بتاعتكم، نجاوب على كل الاسئله ان شاء الله. يعني المليون هيعمل 750 في الثلاث سنين. حماده كتب الرقم اهو، برافو حماده والله. البيجو 508 مش متوفره حاليا لاسباب، نتيجه ان في فيس ليفت بره المفروض هيطرح خلال الايام اللي جايه، فهي علشان كده ما بتنزلش في البرايس ليست. وده كان سؤال مهم جدا اللي انا اجاوب عليه بصراحه. ان شاء الله خلال 3 الاسابيع القادمه هيتم فتح الاعتماد المستندي لقطع غيار السيارات والسيارات، وباذن الله الاسعار هتتظبط عن دلوقتي. اتمنى ذلك يا جبر، يا جابر. اتمنى ذلك والله العظيم. 3 لو حصل اقسم بالله لا الواحد يطلع يزخرط في اللايفات. لان انا اللي بقولها لكم تاني، لازم يتم الافراج عن بعض السلع الترفيهيه. لازم يتم الافراج عن بعض السلع الترفيهيه علشان يحصل عمليه انتعاشه في السوق، يحصل عمليه انتعاشه، يحصل عمليه حركه وبيع وشراء والكلام ده كله. وبناء على ان يتم الافراج عن السلع الترفيهيه هتبتدي الدنيا تهدى شويه، غير اللي موجود دلوقتي وغير اللي واقع دلوقتي. السوق السوداء ايه موقفها؟ هو اللي بيحصل ده كله عشان يضرب السوق السوداء. كل اللي انتوا شايفينه ده كله لضرب السوق السوداء. عارفين لما واحد مثلا يمسك واحد فيديله قلم، فالتاني برضه عمال يتلمط بالكلام وعمال يشتمه وبتاع، فيقوم جاي مديله قلم كمان. فهو اللي بيحصل ده كله لايه؟ اللي هو يحصل يعني يوقف السوق السوداء عند حدها، مفيش تعامل بالسوق السوداء، ويبقى كله من خلال البنوك. والنهارده طبعا ضخ كميه كبيره من الدولار في البنوك. والنهارده في ناس اعرفهم يعني شغالين في بعض السلع الغذائيه، جات لي الرساله بتاعتهم سكرين شوت، وبعتوا لي الرساله سكرين شوت ان البنوك ابتدت تبعت لهم رسائل بان خلاص الاعتمادات بتاعتهم هتتفتح وهتشتغل. فده برضه مؤشر كويس، مش مؤشر وحش، مؤشر كويس جدا. فدي حاجه برضو يعني بتخلي الواحد متفائل خير الايام اللي جايه ان شاء الله. شهاده ال 30% دي اول سنه، وتاني سنه 25، وتالت سنه 20. محمد اباظه. بص يا ابو حميد، انا ما ذاكرتش الشهادات كويس، انا ذاكرت الرقم اللي هو ال 30%. فرقم 30% ده كبير جدا، واظن ده هيربطها سنه. يعني ما حدش هيربط النهارده مليون جنيه على مده 3 سنين، فاظن ان هو هيربطها سنه، فهياخد ال 30% الاول. النهارده ال 50 واعلى من السوق السوداء. يعني هو في البنك اعلى من السوق السوداء، صح يا حماده؟ انت تقصد كده؟ انا ما اعرفش والله، ما تابعتش النهارده موضوع السعر الصرف الموازي كام النهارده خالص. انا ما بحبش اقول كلمه السوق السوداء دي، كلمه سوداء دي بالنسبه لي بتبقى وحشه جدا، فانا ما بحبش اقول كلمه السوق السوداء بصراحه. فبحب دايما اقول السعر الموازي او سعر الصرف الموازي يعني.
فانا مش عارف النهارده، اللي يعرف السعر في السوق السوداء كام النهارده فيا ريت لو يكتب لنا كان سعره كام النهارده في السوق السوداء، بناء على ان هو قافل في البنك حوالي 49 60. يعني انا اخر حاجه قبل ما ادخل انام يعني واصحى، فكان اخر حاجه 49 و60 قرش. فمش عارف هل هو وصل عدى اكتر من كده ولا لا، مش عارف. بس هو طبيعي ان يحصل اللخبطه اللي بتحصل دي، طبيعي وارد جدا ان هي تحصل لخبطه كده في اي تعويم بيحصل. لو انتوا ركزتوا فيه هيحصل اي لخبطه من اللخبطه اللي بتحصل دي. طبعا حماده بيقول قافل 50 79، ده رقم كبير. الظهر كان 49، دلوقتي بيقولوا السوق السوداء علي بيقول 52، يعني الفرق حوالي 3 جنيه، فهو قرب للسعر بتاع السوق الموازية. طبعا انتوا في خبر كلكم ما خدتوش بالكم منه، اللي هو بتاع ال10 مليار دولار بتوع صندوق النقد. وده رقم برضو مش صغير، ده رقم كبير. فالله اعلم هم هيستلموا الفلوس ولا لا، ولو استلموا الفلوس دي هتضخ برضو في البنوك ولا لا، محدش برضو يقدر يجزم. يعني دي محتاجة حد بتاع اقتصاد يتكلم في القصة دي، ان هي هل فعلا هتبقى 8 مليار يا حمادة ولا 10 مليار؟ 8 مليار، فهل هي دي هتبقى فعلا يعني تم ولا لا؟ بس انا على ما اظن ان هيحصل تحريك لسعر البنزين، على ما اظن. يعني انا ما عنديش معلومة مؤكدة بصراحة يعني، بس على ما اظن ان ممكن وارد جدا ان يحصل تحريك لسعر البنزين. يعني اظن ذلك يعني. الشهاده لازم 3 سنين. هدير، والله هدير انت عندك معلومات 100 100. يبقى نسمع كلام هدير، الشهاده 3 سنين، يبقى زي ما حماده قال 30 25.